الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر عندك، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه وأمسينا فيه فرجا ومخرجا. وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إخواني في الله، إن شاء الله تعالى جلسدنا حدي الله يراده waxaan ku soo qaadan doonaa ama aan jeclahay wax ka mida inaan ku soo qalanno taqwa Allahi subxaanahu wa tacaala. saad ogtihiin walaalayaal, wax laysu dardaarmo waxa ugu khayr badan waa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. laanna waxdaan adduunyada tan safar ka nahay, inta yaroo aan joognana aan dhaxmo ku nahay, meesha aan u soconno oo marnaba aan la huraynin ay aakhiro tahay. wax adduunyada lagala tago ama laga sahay qaato waxaa ugu khayr badan waa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. sida ilaahayba qur-aanka uu nagu leeyahay: watazawaduu fa ina khayra daadi taqwa. sahay qaata buu ilaahay ina leeyahay, wax la sahay qaatana waxaa ugu khayr badan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay maqsadka naloo abuuray walaalayaal iyo xikmada naloo abuuray waxaa weeye ilaahay cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala, inaan ilaahay garanno oon adeecno oon awaamirtiisa gudanno oon fulinno, wuxuu naga reebayna aan ka harno. maqsadkeenna iyo xayaatadeenna oo dhan waa intaas. taa inaan fahanno wey oon ogaano midda keliyo rasmiga ahay ayado. adduun iyo aakhare intii ku liibaantay waxay ku liibaaneen ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. waxaa keliya oo addoonku ilaahay agtiisa uu qiimaha uga yeelanaya ama fadliga uga yeelanayana waa taqwada. ina akramakum cinda allahi atqaakum. taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan oo badan buu noogu sheegay, oo khaasatanna ilaahay mu'miniintu kula hadlaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah. war kuwii ilaahay iyo nabiga rumeeyey mu'miniinta ahaayo ittaquu llah, ilaahay ka baqta tuqaati.
عبسنا النبتة إلهي كبر سيدنا عبد الله بن عباس وكوفة سرية حر الأم وعليها أطيعوا الله حق طاعته إلهي أطيع طاعتي نبتة إلهي أطيع ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاكمنا إلا أنكم مسلمين هو إلهي هو كان سليم وياك ساسا إلهي الليل تابعي ويناي مجاهد الأورنجري وحلية اتقوا الله حق تقاته معناه دوحة ويليه هو أن يطاع فلا يعصى إلهي إلا أطيعه مرنا ما ألو عاصنوه ويذكر فلا ينسى إن إلهي لحصوه ذه المغوي ويشكر فلا يكفر إلهي نعمتي سينا تكشف نسوي مرنا الكفر إمامنا علي بن أبي طالب تفسيره تقول تفسيره يوحى ويبيه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل منهج إلهي نسوى الدجيل قول إلهي إنا نوانه أما أن يعني آخر أو فصح قالنا نسوى الدجيل وحوي وكتاب القرآن والعمل بالتنزيل قرآن وقعه وقناعة بالقليل وحيروا إلهي كسيوت قناعة رالي أخوه والاستعداد ليوم الرحيم مالك أمرنا من لقمنا أربعين اللور أربعين ويوم الآخرة ونمان كان بالصفر كونها خاص إلى تديها القرودوي استعداد إلى تصل يسوع تقول معناها هذا وقاس لي إمام علي كرم الله وجهه أنس بن مالك وحليه سحابي جليلها رضي الله عنه لا يتقي الله عبد أدون إلهي كما بقيه حق تقوى النبتة إلهي أدون كما بقيه حتى يخزن لسانه إلى أعرب كيس إلى ليه إلى أعرب كيس إلى ليه وحكى صباحا يوم ميزان أدون تقوى النبتة إلهي كما بقيه ساسو يا رسول الله تقول وحل ليه ولا ليه قرآنك مركي الله في آيات القرآن كي تقول قصة أروري تقول صدح معنى له أن التقوى يطلق في القرآن على ثلاثة معاني صدح معنى آيات تقول الأولى معنى وحوي بمعنى الخشية والهيبة إلهي كبغى معناه وحوي إلهي كعب صلاة وكهيبة ووحو صرالك هين هو دوان بمعنى الخشية والهيبة قال تعالى إلهي وحي وإياي فاتقون أنيهم إلى بقى فاخشوني بالله إليه أنيهم إلى عصر وقال تعالى إلهي وحي في آية أخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مالك إلهي الذين عندنا كعب صدق بمعنى الخشية والهيبة معناها لما القرآن كقصة أرورية تقوى اللوجة وحوي بمعنى الطاعة والعبادة إلهي أطيع والعبادة دي سكت دلالة وإلهي كل دوالة ويطاعه كل دوالة تقوى وحا اللوجة اتقوا الله ملك الولاية بمعنى الطاعة والعبادة اللوجة سيده إلهي إليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلهي كعب صدى
عبد الله بن عباس العقوبة زي ترجمان القرآن أطيعوا الله حق طاعته. مركا حق تقاتي معناها وحوي التقوى وحلوليها بمعنى طاعة والعبادة واليوم إلهي أطاع داعي سنة دعوة هو أن يطاع فلا ينسى يعني فلا ينسى إن إلهي لا أطيعه ومن بقى المحاسبين سيد إمام مجاهد ومسلم مركا وبمعنى الطاعة والعبادة